السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش عاشق الكيان في كل مكان والزمان. هنتابع علي معلول في ضيافة حارس الأهلي كابتن أحمد شوبير في قناة الأهلي بإعلان قيد علي معلول رسميا في قائمة المحلية والإفريقية لمدة 6 شهور. هنتابع علي معلول ولنا تعليق بعد المتابعة. أنا الأوان أن تعلن خبر لجماهير النادي الأهلي الآن. سيداتي آنساتي سادتي أعزائي المشاهدين والمشاهدات كل الجميع، جاءنا هذا الخبر العاجل. تفضل كابتن علي معلول، بص للكاميرا وعلي صوتك وقول. ان شاء الله من النهارده علي معلول مكمل مع النادي الاهلي، وان شاء الله تكون دي بدايه جديده باذن الله. وانا وعدكم ان شاء الله ان انتوا هتشوفوا علي معلول بتاع زمان وكل زمان، واكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، وارجع والبس تيشيرت النادي الاهلي من جديد لسنين طويله ان شاء الله. سمعونا احلى زغروطه واحلى تسقيفه. اذا ما تسقفوا يا جماعه اللي في الاستوديو، علي معلول يعود من جديد الى اكيد كل جماهير النادي الاهلي بتهتف الهتاف ده دلوقتي. يا علي يا هنانا يا سعدنا، علي معلول عندنا. خليني بس افكرك بلقطه. اللقطه اللي انت ارتديت فيها شرط القياده كانت لنص ساعه، مش فاكر كانت مباراه الجونه. شفت رد فعل الجماهير كان عامل ازاي؟ الناس مشتاقه انه علي معلول يبقى كابتن النادي الاهلي، والناس كانت اكثر اشتياقا ان يعود علي معلول للنادي الاهلي. بص، هو شرف ان انا لبست شرط قياده النادي الاهلي. نعم. مش سهل ان انت تبقى موجود في فريق زي النادي الاهلي وتلبس شرط القياده. طبعا انت مصري 100%، بس انا بقول انه طبقا للتاريخ اول لعيب غير مصري ان لم اكن مخطئا يضع شرط قياده النادي الاهلي على كتفه. الحمد لله، ده نعم. شرف ليا، وكان يوم مميز بالنسبه لي. كان يوم مميز اكيد. ماتش الجونه ده مش هنساه يعني. والله والله نص ساعه دي مش هنساها. والجماهير جابوا اللقطه يا جماعه، والجماهير اللي عملته في المدرج اليوم ده خلاني احس ان انا في عالم تاني يعني. كان يوم مميز بالنسبه لي، حتى لما روحت البيت مش مصدق اللي حصل يعني. والله من الفرحه اللي شفتها في عيون الناس والحاجات اللي شفتها في المدرج. لا، حاجه تخلي اي حد يعتز ان هو موجود في مكان زي النادي الاهلي. نعم. طيب، وانت دلوقتي راجع مكانك، تم قيدك افريقيا، تم قيدك محليا. بزف الخبر من جديد لجماهير النادي الاهلي، تم قيد النجم علي معلول في بيته من جديد في القائمة الإفريقية وفي القائمة المحلية. وانتهت كل القصص بتاعة علي معلول، والبعض أحيانا كان حزين، ما بقولش بيهاجم، لكن كان حزين لعدم وجود علي معلول. لكن الآن المهمة ليست كما قبل. النهارده انت معاك يحيى عطية الله ومعاك كريم الدبيس، وفي تنافس كبير. صحيح انت بتلعب في اكتر من مركز، وفي الصفاقسي اعتقد كنت بتلعب في مركز الجناح لفتره ليست بالقليله. شايف المنافسه عامله ازاي في اللي جاي؟ اكيد هتبقى منافسه مميزه وفي مصلحه النادي. نعم، دي اهم حاجه، انه كلنا هنشتغل اننا نبقى موجودين في الملعب عشان ندي كل عندنا لمصلحه الفرقه. نعم. فدي هترجع للمدير الفني، هو اللي شايف مين اللي هيبقى جاهز للماتش يبقى موجود، واحنا كلنا لازم نبقى في ظهره وفي سنده، عشان نعم. دي مصلحه النادي في الاول وفي الاخر. صحيح. هكلمك في موضوع شائك شويه وكلمني فيه. ليه تردد خلال الفتره اللي فاتت ان هناك خلاف فني ما بين كولر وعلي معلول؟ انا عارف قناعات كولر جدا جدا بعلي معلول، وعارف انت قد ايه بتحترم هذا الراجل، وقد ايه انت بتتكلم عنه انه مدرب رائع، وانت شفت سنه رائعه او سنتين رائعتين مع مستر كولر. والله يا كابتن انا مستغرب مستغرب اكيد. انا علاقتي مع المدرب علاقه كويسه جدا. يعني طول السنتين من قبل اصابتي انا ما بطلعش من الملعب مع الراجل. صحيح. والمعامله بيني وبينه حتى بره الملعب علاقه كويسه. فانا مستغرب الناس بتقول لك مشاكل او بينهم حاجه. انا عمري ما بيني وبين المدرب اي حاجه. مفيش خالص. مفيش. يعني ما فيش اي مشكله بيني وبينه. انا النهارده بنشوف بعض وبنسلم على بعض وبنضحك مع بعض.
انا مستغرب زيك ان آه. إن الكلام اللي عمال يطلع من صحفيين او من السوشيال ميديا انه في مشكله. احنا نفسنا كنا بنقول انه الاهلي كاداره عايزين علي معلول، ولكن القرار فني، هو مستر كولر اللي هيقرر في قرار الاخر. فني، ايوه قرار فني، بس انا ببين انه ما فيش اي مشكله بيني وبين المدرب. طب تعامله معاك كان ازاي خلال الفتره اللي فاتت؟ هو دلوقتي مركز مع اللعيبه اللي موجوده في السليمه ان هي تبقى موجوده في الماتشات. فانا موجود في تمريني عادي وبيديني التمرين كله ومركز معايا في التمرين زي ما مركز معاك زي ما كنت موجود قبل كده، كانك لعيب في الفرقه. كاني لعيب في الفرقه. فموضوع ان هو في مشاكل بينه وبينه عمرها ما حصل، وعمري ما حصل بينه وبينه اي مثلا. انت ما حصلش بينك وبين اي حد اي مشكله؟ ما تحصلش بيني، فانا علاقتي بيه كويسه. لو مدرب بيني وبينه مشكله سنتين ما بطلعش من الملعب. فين المشكله؟ ما الناس عايزه تصطاد بس في لما طلعت تقارير انه والاهلي واستغنى عن علي معلول، كانت مداخله من الكابتن محمد رمضان معايا، وانا طلعت وضحت في اليوم الثاني على التوالي، قلت الكابتن رمضان ما قصدش كده، والكابتن رمضان اللي قاله بالظبط ان انا متفق مع علي طبقا لحالتك يا علي، هنشوفك في التمرين والدنيا شكلها عامله ازاي، وبناء على ده هنقرر مصير علي معلول. البعض اجتهد، ودايما انا في الاجتهاد بدي برضو اجري، يعني اجتهدوا قال انه علي خارج النادي الاهلي، وحصلت حاله من الحزن. يعني الناس ما كانتش يعني تحس الناس زعلانه عشانك، الناس ما حدش زعلان منك، كله زعلان عشانك، ما حدش قال انه خلاص علي كبر. بالعكس، انا عملت استفتاء من كام يوم، علي معلول يقعد ولا تجيب جناح قوي جديد، فلقيت اكتر من 80% لا علي معلول، وكل الناس كانت بتتكلم ده. عايزك شويه بس، يعني لما ظهرت بقى بعض الاجتهادات بتقول ان علي معلول خارج النادي الاهلي، انا قعدت مع الكابتن محمد رمضان. حلو، احكي لي بقى. اول يوم اتقابلنا كان يوم كان اجازه للفرقه، انا كنت بتمرن كويس لوحدي. انت ما بطلتش يوم تقريبا؟ ما كنت كل يوم بتمرن. كويس. فاتقابلنا، قال لي تعالى عايزك. دخلنا المكتب قعدنا مع بعض، قال لي انت شايف المرحله دي تبقى ماشيه ازاي؟ قلت له يا كابتن انا عايز اخلص فتره التاهيل بتاعتي وانزل تمريني مع الفرقه، وبعد كده هنشوف القرار المناسب بيه. بس انا باكد لك ان انا لو نزلت الملعب انا عارف نفسي كويس ان انا هبقى موجود. ده اللي انا اتكلمته انا وهو. قال لي خلاص انت موجود معانا، وبعد لما تنزل تمرين هندي لك وقت تمرين وساعتها هنقرر هنعمل ايه. قلت له ده اللي قاله بالظبط في المكالمه الراجل. قلت له ده اللي هنعمله يا كابتن. حلو. الحمد لله انا اديني النهارده بعد 6 اسابيع تمرين، والحمد لله يوم عن يوم في التمرين بكون احسن من اليوم اللي انت حاسس بنفسك؟ اكيد. واللعيبه اللي جنبي حاسه، والدكتور وكل الناس شايفه ان انا يوم عن يوم الدنيا بالنسبه لي احسن. كويس. يعني في حاجات ما كنتش بعملها اول تمرين دلوقتي بعملها فعلا. بخش التحامات وبنزل تاكلينج وبعمل جامب وبعمل كل حاجه. علي وصل لقد ايه من فورمته اللي احنا عارفينها القديمه النهارده؟ النهارده 70-80%. 70-80%. ايه اللي محتاجه بقى؟ هل مثلا محتاج مباريات وديه؟ هل قول لي محتاج ايه؟ محتاج يا كابتن. هو التمرين دلوقتي انا باخد تمرين كله، حمل التمرين كله. حلو. بتقسيمات، باستحواذ، كل حاجه. يعني محتاج شويه ماتشات وديه او حتى في التمرين اخد اكتر ماتشات. ساعتها هبقى موجود 100%. لو فاجئك مستر كولر الماتش اللي جاي مش بتاع بكره ده اللي بعديه، قال لك علي انت هتبقى موجود معانا في القايمه، ما عنديش مشكله. ما عندكش مشكله؟ ما عنديش مشكله. مش هتحس ان انت خايف؟ مش لا خلاص يا كابتن انا نزلت التمرين خلاص. انا عملت كل حاجه في التمرين. طيب احكي لي الجلسه بقى الاخيره اللي ابلغوك فيها انك يا علي انت في بيتك وفي مكانك ومكمل مع النادي الاهلي. والله احكي لي. انا يا كابتن خلصت تمرين ده النهارده طلعت لقيت. بص ما تسيبليش تفصيله. لا والله. خلي بالك انت تونس دلوقتي الترند الاول. لا مش بهزر والله، والدنيا كلها يعني. اصل انا يعني مش بتاع ترندات قوي، بس انا ببلغك وهجيب لك دلوقتي السوشيال ميديا بتقول ايه والدنيا ماشيه ازاي. طلعت من التمرين لقيت الدكتور الجبالة بيقول لي هو انت سليم؟ فبقول له انا طالع سليم الحمد لله اهو ماشي على رجلي. فبيقول لي ان في اخبار نزلت ان انت اتعورت تاني. ده بيضحك يعني؟ لا في اخبار نزلت ان انا اتعورت. في اخبار نزلت. هو الدكتور بيضحك اكيد. فبيضحك فبيقول لي قلت له ممكن في حد تاني علي معلول بيتمرن. قال لي لا. قلت له انا قال لي لا ما فيش حاجه، بس الناس نزلت ان انت اتعورت. قلت له ربنا يسامح بقى للناس اللي عماله تنزل. صحيح. دخلت الاوضه ولقيت الكابتن محمد رمضان بيديها لي. كويس. دخلت فبيقول لي دلوقتي
انت شايف ان انت لو بتبقى موجود في الفرقه مش هتعمل مشاكل لو ما لعبتش. قلت له مش هعمل مشاكل، انا عمري ما كنت بتاع مشاكل. علي معلول مش بتعمل مشاكل خالص. فاللعب من عدمه طبقا للقرار الفني. نعم. فلو اليوم اللي هيبقى محتاجني فيه انا موجود. كويس. مش محتاجني فيه انا بتمرن لغايه ما اخد فرصتي واثبت للناس ان انا موجود. حلو. قال لي خلاص كده تمام، انت موجود معانا الست شهور دول. قلت له خلاص يا كابتن. اللي هو لنهايه عقد. لنهايه عقد يعني. انت كان الاهلي كان جدد معاك سنه ولا كان اصلا نهايه عقدك السنه دي؟ لا، هو الاهلي كان بعد الاصابه كابتن محمود الخطيب طلب من امير توفيق انه يتجدد لي سنه. بعد الاصابه. كابتن الخطيب اللي طلب ان يتجدد لك سنه. نعم. جدد لي سنه. وكان الكابتن انا متاكد ان هو لو بيسمعني دلوقتي انه متاكد ان انا يعني هرفع راسه. هو عارف كده. نعم. وعارف شخصيتي وعارف ان انا لما بقول له حاجه انا بعملها. طبعا. فانا قلت له يا كابتن انا هرجع وهكمل هنا، لسه قدامي كتير. لسه قدامك كتير. بس طبعا اكيد موقف علي انت تفضل شايله في قلبك طول الوقت، انه لعيب مهم جدا لكن مصاب اصابه بالغه، ومع ذلك هو اللي وعقدك انتهى، هو اللي بيطلب التجديد وبيطلب التجديد بارقام علي معلول اللي يستحقها عن جداره واستحقاق. بالتاكيد النقطه دي او اللقطه دي كان لها اعتبار كبير عند علي معلول. اكيد بالنسبه اللي عمله معايا الكابتن محمود الخطيب يعني هقعد افتكره طول حياتي. يا سلام. اكيد. اكيد ان هو تعورت في الفريق واخر عقد ليا ما رضيش يسيبني. كان مصمم ان انا اعمل العمليه في احسن مكان موجود في العالم. نعم. قلت له لا، انا عايز ابقى هنا جنب اللعيبه وجنب الناس اللي انا عشت معاهم ال8 سنين دول. مش عايز ابعد. عايز ابقى موجود هنا. انا هنا هبقى مبسوط احسن. نعم. حصل حوار النهارده بينك وبين مستر كولر؟ لا لسه. لسه ان شاء الله بعد الماتش. انت عارف ان بكره في ماتش، فمش عايز بقى ادوشه شويه لكن هنتكلم معاه. هنقعد انا وهو عشان هو عارف ان انا المفروض ابقى موجود مع الفرقه. خلاص. عايز برضو اسالك انه اللعيبه بيبقى لهم دور مع حد في اصابه في محنه هي كانت محنه، الاصابه دايما بتكون أكيد. محنه يعني. احكي لي شويه عن مواقف اللعيبه خاصه في الايام الصعبه، في اللحظات الصعبه. والله يا كابتن اقول لك ايه، اول شهر مثلا شهرين ما فيش حد من اللعيبه ما جانيش يعني. كل اللعيبه كانت كل اللعيبه ما عدا كله كل اللعيبه كانت تيجي تقعد معايا في البيت. كانت تيجي يقعدوا معايا في البيت. مصطفى شوبير جالك ولا لا؟ اكيد. ما كانش جاي كنت لا، كل اللعيبه كلها بدون استثناء الصراحه كلهم جوني وقعدوا معايا، ومش مره ومش 2 ومش 3. والله. والله. واللي كان موجود السولية كان موجود معايا من يوم العمليه. عمرو السولية. من 7 الصبح كان موجود معايا في العمليه. نعم. ما رضيش يسيبني لما فوقت من البنج. مين تاني؟ كله، كريم، فؤاد، كل اللعيبه الصراحه. كل الناس كانت موجوده معايا، ما سابونيش لحظه يعني. مين اللي كان ملازم ليك؟ يعني كريم فؤاد كان بيتاهل عشان الاصابه، ربنا يرجعنا، عرفت ان شاء الله فاضل له شهرين ان شاء الله يعني على الاكثر ان شاء الله. فمين كان الاكثر التصاقا بيك في الفتره دي؟ هل كريم عشان كان بيتاهل ولا مين؟ لا، كريم اتصاب بعديها بشهر او شهرين لما كان بيلعب. كنت لوحدي الفتره دي. كنت كلها لوحدي. لوحدك؟ كنت لوحدي. كنت باجي من 7 الصبح اتمرن في النادي التمرين الاولانيه، وبعدين ارجع اتمرن التمرينه الثانيه في ميعاد الفرقه، واروح بالليل للدكتور نجار اتمرن تمرينه ثالثه. ياه، 3 مرات؟ 3 مرات. تتكلم جد؟ والله ما شاء الله. كنت 3 مرات. حتى لما هم بياخدوا اجازه اسبوع كنت انا كل يوم. انت ما ريحتش خالص؟ ما ريحتش خالص. ما فكرتش تسافر تقعد في تونس شويه؟ كل ده هيبقى مضيعه للوقت بالنسبه لي. مضيعه للوقت. أكيد. بروفيشنال. انا ضيعت. طيب انا واللي انا بقوله ده انا متاكد منه، بس انت عندك اجابه قول يعني انه بالفعل الاهلي كان عرض عليك موضوع الجنسيه، انك عشان تبقى موجود وما يبقاش في مشاكل او ازمات، ده من فتره طويله، وانه كان في بعض المشاكل اللي بيسموها لوجستيه في موضوع الجنسيه. قول لي صحه الكلام ده من عندك. بص، هو انا والكابتن اتكلمنا، وكان هو بيقول لي ان انا عندي فكره ممكن اعملها. اقترحها عليك الفكره. بس لسه مش متاكد ان هي ممكن تمشي او لا. كويس. هي موضوع الجنسيه. بس ده اللي حصل يعني. بس انا عرفت ان هي كانت فكره بس.
كفكره لغايه ما نشوف الدنيا ايه هتمشي على ايه. لكن مشيت على خير الحمد لله. طبعا بعد ما تابعنا احمد شبير وعلي معلول بنترك لحضراتكم التعليق. وقبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو ومشاركه للقناه وتعلق بذكر الله. والى اللقاء في حلقه جديده من قناتكم قناه محمد الحشاش عاشق الكيان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.